تماشاوان چارپل مدیا ایوار باش هنگل کی بخیر هاتن برنامه ما برنامه کی نوه ای روپلن روجاوا ایرو میوانی من یکی هجای گرام بوهای هن گلک جوا پرباش ناز دکن که مانی مالباتوی پرباش ناز دکه میوانی من جی ایرو دکتور قدر جمیل سکرتیر پارتیا ویانا گل هروها ریوبریا انیا دبیجن انیا رزگار کردن و آزادیه و هر وهاجی او سروک اپوزیسیون سوریا برانشا موسكوية. دكتور قدر جميل اهلا وسهلا فيك. انا جدا جدا سعيده اليوم باللقاء فيك بهذه الحلقه يعني. روج باش اولا، ثانيا انا سعيد اكثر بهذا اللقاء. شكرا كثير لك. أنا حبيت إنه أقول لك يعني نحن اليوم في تشاربل ميديا، التلفزيون تشاربل ميديا موجه الأغلب إلى أكراد تركيا، يعني نحن المشاهدين تبعنا فئة سياسية معينة من مستوى عالي وأغلبها من أكراد تركيا، فمشان هيك نحن برامجنا دائما باللغة الكردية. وهي الفئة من الجماهير اللي المتفرجين يعني مشاهدين التلفزيون تبعنا تبحث عن مصدر للأخبار يعطيهم معلومات كافية عن الوضع في سوريا بشكل عام، عن الحراك الشعبي في سوريا، وعن الوضع في روجافا والوضع الكردي بشكل خاص، من مصدر يكون مستقل وحيادي. وبما أنهم هن من أكراد تركيا فما عندهم المجال أنهم يطلعوا على الميديا العربي والإعلام العربي، فمن هذا المنطلق نحن بدأنا بهذا الحوار. وأنا بأكد لك اليوم أنه أغلبهم كثير شاعر بخيبة أمل أنه ما في ترجمة، أنه البرنامج ما نو بالكردي وما في ترجمة، ولكن أنا هلأ راح تسمح لي بس دقيقة أوعدهم بأنه حنترجم اللقاء وقريبا جدا حنرجع ننشره على تشاربل ميديا. تماشاوان هيجا براسي از دزانم که هون ابو سه چهار روز هون جمرا هم مساج دشینه هون تليفوني بدكن وهون دبجن شقاس هون خمجين كو ايرو افهف ديتنه برجرينجا نبزمانه كرديه بزمانه عربيه لمخابن هون دزانن جي كردين ما اشامه اسطنبول هروهانا قالك الكردي امد جي قالك جوانا ده بتشك زحمتي بزمانه كردي دكشينه او بتايبتيج بوكو ام بكاربن نارين خواف فكرين خوابين زمان بزمانه كردي بتشكي زورج بركو برورده بزمانه كردي تنا هروها يعني والحاصل اما ايرو هدفتنا خواب عربي بكن لا ام سوز دن دمكي برناز انا ورقرين الكردي وانا جاركيدن بوشينن اجار انا دستورة وا از جاركيدن بقرم ميفاني خو از ايدي بعربي بيجي. دكتور قدر جميل، يعني الكلام عن الحوار مع أكراد تركيا اللي بيعرفوك كتير كتير منيح بيخليني إنه أرجع إلى الوراء إلى عائلتك. أجدادك من منطقة ديار بكر وأنت تنتمي إلى عائلة عريقة. جدك في 1912 تخرج من الجامعات الأوروبية وعاد إلى سوريا وأصبح رئيس جمعية خويبون. والدك كان نائب في البرلمان السوري من 54 إلى عهد الوحدة، وأنت أيضا درست في أرقى المدارس السورية في الفرنسيسكان واللايين. يعني أقصد أنت تنتمي إلى عائلة كردية الفرنسيسكان للبنات، الفرنسيسكان للبنات. أنت باللايين كنت طيب ولكن أقصد أنك كنت في أرقى المدارس السورية. يعني هي الصورة التي لدينا، يعني الصورة عن عائلتك هي بعيدة جدا مثلا عن الصورة التي كان يطلقها أو التي يطلقها ما زال بعض وجوه المعارضة السورية المرموقة بقول أنه الأكراد شعب قرباط ونصهم بويجية والنص الآخر مثلا قرصونات، ولكن حضرتك تنتمي إلى عائلة كردية عريقة، أقول برجوازية وحتى تقريبا أرستقراطية. سؤالي هو الآتي: هذا الانتماء لعائلة برجوازية وعائلة كردية كيف لقدر وهو في 14 من عمره أن يتوجه إلى الفكر الماركسي اللينيني؟ كيف توجهت إلى الفكر الأممي؟ وكيف وأنت ولدت وملعقة ذهب في فمك استطعت أن تشعر بمشاعر طبقة البروليتاريا والكادحين؟ طيب،
بدي احكي لكم بعض القصص. اول شيء تفضل. جدي التقى مع لينين بلوزان سنة 1913. هي معلومة قلائل رائع. يعرفونها. صحيح. 2، جدي كان يحترم الماركسيين والثوريين والشيوعيين جدا، وكان له علاقات جيدة معهم. بسوريا أذكر تماما علاقته مع المرحوم خالد بكداش الأمين العام للحزب الشيوعي السوري التاريخي، كانت على مستوى عالي. ثالثا، هو ماله ماركسي. تدري انه انا صرت منتظم بحزب ثوري ماركسي؟ نادالي قال لي انت صرت منظم؟ قلت له نعم. قال لي يا ابني، اذا واحد ما في خبز عنده بالبيت كيف يوزع خبز على الجيران؟ كنا نناديله بابو. قلت له يا بابو، نحن صرنا بعصر اذا لم نجد خبز للجميع لن نجد خبز لانفسنا. طلع علي هيك قاسي من فوق لتحت، وكان عنده كاريزما ماكنه. قال لي ماشي، صرت بس والله إذا سمعت بيوم من الأيام إنك تراجعت أو خنت رفقاتك لا بعرفك ولا بتعرفني. هي حادثة ساهمت في تكويني. ماشي؟ أكيد أكيد. اثنين، بدي أذكر فضل والدي فؤاد قدري جميل علي في تكويني ثقافيا سياسيا، إذ أن الدفعة الأولى من الكتب اليسارية هو اللي دفش لي إياها على بكير، وبلشت أبلع كتب. هذا أثر في تكويني كثيرا. هلا قسم من الأكراد القوميين أنا برأيي أصحاب النظرة الضيقة بيقولوا يا أخي أنت ما عم تخدم قوميتك بهالطريقة. أنا رأيي أن النضال من أجل الديمقراطية بسوريا بشكل عام سيحل المشاكل كلياتها بما فيه مشاكل القوميات، وأي نضال آخر برأيي إذا كان محدودا بإطار محدد قومي فإنه لن يعطي النتائج المطلوبة كما أثبتت التجربة التاريخية حتى الآن. لذلك خليني أقول مضبوط أنا من عائلة أنت سميتيها أرستقراطية، ولكن في كتير وجوه فيها، وخاصة المرحوم جدي ممكن القول عنهم أنهم كانوا ثوريين حقا وبذلوا كل شيء من أجل القضية المقتنعين فيها، واستطاعوا أنه يثبتوا لآخر أيامهم. وجدي مات فقيرا بعد أن بذل كل ثروته في سبيل القضية التي كان يؤمن بها. نحن هيك تربينا. لذلك الواحد ممكن يجي إلى العمل الثوري اليساري كما قال لينين عن إنجلز ليس نتيجة حاجة مادية، وإنما نتيجة سمو فكري. إنجلز ابن صاحب مصانع، وجاء إلى الشيوعية ليس لأنه بحاجة مادية، جاء إليها نتيجة قناعته بحتمية السير بهذا الاتجاه، وجاء إليها نتيجة تسامي أخلاقي فكري. خليني أقول تربيتي بالبيت، ثقافتي، تاريخ القريبين مني بالعيلة ساهم بتكويني بهذا الاتجاه. وبعدين طبعا شقيت طريقي خلال دراستي وشغلي وعملي. صحيح. شكرا كثير على هالتوضيحات. طيب حننتقل إلى مجال آخر. أكيد يعني نحن كمان مثل ما قلت إنه اليوم نحن المشاهدين الكرام مهتمين بالشأن الكردي أكثر، ولكن أنا قبل ما أدخل بالشأن الكردي هيك بودي عدة تساؤلات ولو بسيطة، يعني نعتبرها مقدمة لحوارنا عن الوضع السوري بشكل خاص وعن الحراك الثوري في سوريا. قرأت أنا في كتابك الأزمة السورية الجذور والآفاق تقول
بأن الثورة تعني هي التغيير الجذري، ولكن ما حصل في سوريا هو حراك شعبي، وحراك شعبي عفوي من أجل مطالب معينة، حركة عفوية لا ترتقي إلى ما نسميه ثورة. ولهذا فأنت حتى أن الكتاب تبعك العنوان تبعه الأزمة السورية الجذور والآفاق، أنت لا تعتبرها إنها ثورة. على ما فهمت تقول أن هذه الثورة يعني لكي تكون أو ترتقي إلى ثورة كان لابد لها من إطار محدد ومن أهداف محددة ومن إيديولوجية حتى ممكن محددة ومن قيادة محددة. إذا أنت تقول لم تصبح الثورة السورية الثورة الفرنسية، وأنت في كتاباتك أيضا تتكلم كثيرا عن الثورة الفرنسية وعن كومونة باريس، ولكن كما تعلم بما أنك عندك هذه الثقافة أنت تعرف أيضا أن الثورة الفرنسية كانت ثورة عفوية جماهيرية، لم يكن لها محدد لا أهداف ولا مناهج، وكانت كالثورة السورية في بدايتها. ولكن صحيح الفرق بين الثورة السورية ممكن والثورة الفرنسية أن الثورة الفرنسية تم تبنيها من قبل روبسبيير ودانتون. هل تعتقد أن سوريا الحراك الشعبي كان ينقصه روبسبيير ودانتون؟ وإذا كان هذا جوابه لماذا لم تكن أنت روبسبيير في سوريا؟ بالنسبة للثورة أنا في نقطة أنت ما ذكرتي، أنا قلت نشأ بسوريا وضع ثوري، والوضع الثوري هو إمكانية ثورة، وإمكانية مو ثورة. الوضع الثوري حسب الكلاسيكيات الماركسية يحتاج لثلاث شروط. انتبهي، الوضع سيتواسيون يعني يحتاج لثلاث شروط حتى يتحول إلى ثورة. الشرط الأول اللي فوق ما عاد فيهم يحكموا بالطرق السابقة. الشرط الثاني اللي تحت ما عاد يتحملوا الحكم بالطرق السابقة. الشرط الثالث درجة نشاط عالي للجماهير في الشارع عفويا. ثلاث شروط هذه كانت متوفرة في سوريا في 2011. يلي فوق ما عاد فيهم يكملوا بالطريقة السابقة، اللي تحت ما عاد يتحملوا، ونشاط سياسي عالي. هذا اسمه الظرف الموضوعي. بيبقى تكوين وانتظار ولادة الظرف الذاتي. مين هو الظرف الذاتي؟ هو القوى التي يجب أن تدير وتقود هذه العملية لقيادة الجماهير العفوية. بسوريا مع الأسف نتيجة النقص المريع للحريات السياسية خلال خليني أقول 1958 حسب تشخيصي إذا شفتي بالكتاب، ما في تجربة سياسية ولا ثقافة سياسية، ولذلك جينا على 2011 فقيرين معدمين سياسيا بمعنى التجربة وبمعنى الفكر. من هذه الزاوية دائما بالتاريخ وقت ينشأ وضع ثوري هو أنا أسميه لحظة معلقة بالفراغ وتنفتح أمام كل الاحتمالات، يا السير للأمام من أجل إحداث التغيير الجذري التقدمي المطلوب، أو إذا كتير عسيت ممكن تعمل ردة لورا نحو ثورة مضادة. يعني المصطلح الصيني الكارثة مثل ما بتسميه، ويمكن يؤدي المصطلح الصيني التعريف لفرصة أو هلا الكارثة تخلق فرصة، الأزمة بالصيني كارثة وفرصة. أيوة تمام. الرجعة لورا كارثة، التقدم لقدام فرصة. ماشي. هذا الأمر بسوريا لم يتوفر بالشكل المطلوب بحينه، لذلك سوالنا مشكلة بتلك الفترة مقارنة بالثورة الفرنسية. خليني أقول لك مزبوط حركة عفوية، ولكن جرى تنظيم عبر النوادي الكلوب الثورية اللي صارت، واللي طلع منها دانتون وروبسفير ومارات وكل القيادات اللي سمعنا بأسنان، كلهم طلعوا بالنوادي. النوادي هي كانت نواتات أحزاب
القرن 18. بمعنى التنظيم كان يجري عبر النوادي، كان اسمها نوادي، هنيك يصير تجمعات للفهيمة، للسياسيين، الصحفيين، المفكرين إلى آخره. هي كانت نواتات أحزاب. عندنا بسوريا حتى الأحزاب هي أحزاب صورية، لا وظيفة لها، لا دور وظيفي لها، غير قادرة على القيام بأي شيء فعليا، اسم بلا محتوى الأحزاب السياسية. من هون يعني لو لم يجري تفضل. تدبير الحركة العفوية ودفشها نحو الدم من الطرفين، كان ممكن أن تنتج تلك القوى السياسية البديلة. ونحن برأينا أن ظهور الحركة العفوية دليل موت الفضاء السياسي القديم الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية. والفضاء السياسي الجديد لم يلد، نحن بحالة مخاض، القديم يموت ولم يموت، والجديد يولد ولم يولد. لذلك حكي جرامشي بهالنقطة انه دائما وقت نكون بهيك حالة تاريخيا، قبل انبلاج الفجر تظهر الوحوش. ما بعرف اذا الديمون بالعربي تزبط وحوش، تظهر الديمون الوحوش قبل انبلاج فجر. أشعة الفجر تخلي الوحوش تهرب، بأي أن التغيير قد بدأ. بقى بسوريا نحن لا الجديد ولد ولا القديم مات، القديم عم ينازع يحتضر، والوليد عم يدافش لحتى يطلع إلى الحياة. نحن في هذه اللحظة التاريخية أنا أعتقد إلى الآن. اسمح لي فقط تعليق بسيط. يعني أكيد أنت في كتابك وضعت كنقطة انطلاق عام 58 وإلى الآن الحراك الثوري، ولكن إذا يعني وحضرتك هلا قلت لنا أنه من 58 هو كان تغييب كامل لكل حركة سياسية ولمعارضة ولفكر موجود في سوريا، إذن شبه ديكتاتورية قائمة ومستمرة. ولكن اسمح لي أن أقول لك، أنتم شاركتم في هذا الحكم، وأنتم شاركتم في هذه الدكتاتورية، وأنتم كنتم في الجبهة الوطنية التقدمية، وأنتم لم تحاولوا تغيير شيء. ألا تراجعون تاريخ الحزب الشيوعي وانتماءاته وتصوراته وما كان يجري؟ يعني أنا أتذكر عندما كنت حتى طالبة صغيرة في الثانوية وفي الجامعة، كان في كل مرة يحصل فيها شيء صغير على المستوى الداخلي، حتى ارتفاع أسعار الخبز، كان الحزب الشيوعي يقول لنا يوجد صراع ضد الإمبريالية والصهيونية، إذن يجب أن نفدي الصراع الداخلي والمطالب الداخلية من أجل الموقف الخارجي. إذن أنتم ساهمتم وأنتم شركاء مع هذا الوضع، ألا تعتقد ذلك؟ لا أعتقد ذلك. لماذا؟ اشرح لنا. أول شيء، أنت تفضلتي وقلتي إنه المشكلة بلشت ب 52 وأجرى عمليا الذهاب نحو نظام الأحادي الحزب الواحد. كان اسمه اتحاد قومي وقت عبد الناصر، بعدين صار اسمه حزب البعث ب 63. المسميات اختلفت، الجوهر واحد. الفترة هي بماذا تميزت؟ حزب واحد ومنع الأحزاب، وحزبنا دفع ذلك ضريبته دم، شهداء، ملاحقات واسعة النطاق استمرت لانهيار الوحدة بال61، وقدمنا عشرات الشهداء تحت التعذيب في السجون. هي واحد. اثنين، منذ مجيء البعث للسلطة من 63 لل70 كان الحزب بوضع سري، وضع سري ملاحق، يعني جريدته بقيت سرية. بال70 مع مجيء حافظ أسد للسلطة قامت الجبهة الوطنية التقدمية، يلي هي سماها مرة خالد بكداش معاهدة عدم اعتداء بين الأطراف. أوكي، معاهدة عدم اعتداء. وخالد بكداش حسب ما أذكر مرة قال فكرة كتير ذكية، حافظ أسد يتميز أنه عمل شغلتين بآن واحد. عبد الناصر صادق الاتحاد السوفيتي وعاد الشيوعيين، حافظ الأسد صادق الاتحاد السوفيتي وصادق الشيوعيين. ولكن صداقته للشيوعيين خلته ياخذهم بالأحضان وخنقهم، لأنه عبر التقييدات المختلفة
لك منعهم من اصدار جريده علنيه. انا بتذكر ايريك رولو تبع لوموند كان بالشام، التقى مع خالد بكداش ب 72 بعد قيام الجبهه، قال له شو وضعكم؟ قال له خالد بكداش منيح، عندنا 8 نواب ووزيرين بس ما عندنا جريده. قال له شلون جريدتكم بتعملوها؟ قال له بنطبعها سرا نوزعها علنا. قال له عفوا ما فهمت، عد لي اياها. لانه أكيد. فرنسا شلون بده يفهمها؟ وزيرين وثمان نواب وجريده تطبع سرا وتوزع علنا، دبريها. قال له عد لي اياها، عد له اياها. قال له والله كمان ما فهمت، بس هذا احد عجائب الشرق. صحيح. إريك رولو معروف لديكم بعتقد، مشهور، أكيد. صحفي أكيد. مشهور أكيد. لوموندا. بفرنسا. أكيد. من ايه المخضرمين. بقى قال صحيح. له احد عجائب الشرق. بقى حافظ اسد سمح للشيوعيين لما يعدوا الى حقهم، ولكن لم يسمح لهم بالنشاط العلني. بتعرفي انه ما في مكتب للحزب انفتح الا بال 2011 للاحزاب الموجوده بالجبهه. ما كان عنده مكاتب، ممنوع تفتح مكاتب، ما عنده جرايد. الجرايد الرسميه طلعت بعد ال 2000. لذلك جرى احتواء الناصريين والاشتراكيين العرب والشيوعيين بهذه الطريقه. وكان هدول كلهم عندهم قناعه انه سوريا عم تخوض معركه ضد الامبرياليه والصهيونيه، والقضايا الداخليه هي تخضع، هي تاتي ثانيا. حتى في مقوله مشهوره للمرحوم خالد بكداش عم يقول كان فيها لو كان النظام ليس معاديا للامبرياليه لكان موقفنا مختلفا جدا من القضايا الداخليه. هلا نحن كحزب اراده الشعبيه بعد التغيرات الكبرى التي جرت اعدنا القراءه وصححنا بعض الامور، وراينا انه ما في انفصال بين القضايا الاقتصاديه الاجتماعيه والقضايا السياسيه العامه، وبالتالي ربطنا بيناتهم ولم نعتبر ان احد الطرفين المحورين هدول الخطين المسارين احدهما يجب ان يخضع للاخر. الاثنين بيخدموا بعض ولا يجب تقديم تنازلات باي منهما على حساب الاخر. بقى بدي نقرا، طلعي دائما سهل اطلاق النار على التاريخ. رسول حمزاتوف الكاتب الدغستاني السوفيتي المشهور بيقول من يطلق النار على الماضي من مسدس يطلق عليه المستقبل النار من مدفع. لذلك خلينا نقيم الماضي بعقل مفتوح ومع أخذه بعين الاعتبار كما كان عليه، لا كما نحن نراه في هذه اللحظة. الظروف دي كانت مختلفة، يجب قراءتها بشكل موضوعي، بس مو معناتها اللي كانوا وقتها كانوا منزلين وملائكة وما بيخطئوا. هن بيخطئوا ونحن بنخطئ، ولكن المهم أن نستفيد من أخطائنا وأن لا نكررها. وإذا بدنا نرتكب أخطاء خلينا نرتكب أخطاء جديدة وليس قديمة. شكرا على التوضيح. لنعتبر أن هذا كانت هي المقدمة لحوارنا، ولنأتي إلى الموضوع الذي يهم مشاهدينا، مسألة الاتفاق، مذكرة التفاهم بين مسد وحزبكم حزب الإرادة الشعبية. عندما يعني مذكرة التفاهم كانت مفاجأة للجميع، صحيح، مفاجأة بالنسبة للوسط الكردي، لأنه منذ مدة كما تعلم يوجد هناك مفاوضات وحوارات جدية وقطعت مراحل في محاولة الاتفاق والتقريب وتوحيد الصف الكردي. فالجميع كان مشغول بهذه، وفجأة يطلع علينا هذا النبأ. بالنسبة لي أنا أقول عن نفسي نبأ سار جدا ومفرح جدا، وهو بعقد هذه مذكرة التفاهم. البعض قال لماذا الآن؟ أنا أسألك لماذا مو قبل الآن؟ يعني لأنه في الحقيقة بينكم وبين مسد يوجد العديد من نقاط التقاطع والتشارك. لماذا تأخرتم جدا؟ هلا في تقاطع مثل ما تفضلتي أكيد، بس كمان في تباعد أحيانا. تقاطع يفترض تباعد. نحن ما عم نطلب منكم التوحد انه تنضموا في حزب واحد، هو التعدديه، ولكن ايجاد بلاتفورم يعني تكون تضم الجميع، هذه يعني وبلاتفورم اصلا ما في خلاف ما علم عنه.
نضج الظرف الموضوعي لحتى نعمل يلي عملناه. قبل بشهرين ما كان ناضج. بدها الوصول لقناعات. تمام؟ قناعات حول كل القضايا، والقناعات كي تتكون الواحد الظاهر لازم يمرق بتجربته عبر تجربة الصواب والخطأ لحتى يستنتج شو لازم يعمل. بقى القصة مو قصة إرادات إنه جاي على بالي وحبيته وما حبيته. القصة في واقع موضوعي ضاغط. شو هو؟ الشعب السوري عايش مأساة وكارثة إنسانية كبرى يجب الإسراع بإخراجه منها. سوريا مستباحة من قبل قوى عسكرية مختلفة، من أمريكا لتركيا للمسلحين بمختلف أشكالهم وانتماءاتهم إلى التواجد العسكري اللي يقال عنه الشرعي الروسي والإيراني. أي أن المساحة تبع سوريا فيها عجقة سير بين قوات عسكرية مختلفة، وهذه العجقة خطيرة. عجقة أمبوتياج بسوريا. سيمالكا خاصة يعني استعملت المصطلح سيمالكا كان رائع يعني. تفضل. بقى هذا ممكن يؤدي إلى الصدامات. هلا شوي هلا طلعي نحن بحزب الإرادة الشعبية جبهة التغيير والتحرير منذ اللحظة الأولى قلنا للإخوة في مسد ما تصدقوا الأمريكان. الأمريكان منافقين، الأمريكان كذابين، والأمريكان رح يتخلوا عنكم عندما بيطلع الصباح ويصيح الديك. ما بتلاقون إلا تركوكم ومشيوا. هذا اللي صار بتل أبيض، وهذا كان ممكن يصير محلات تانية. والأمريكان عم بيعلنوا عن نيتهم للخروج من العراق وسوريا. طيب شو عملنا؟ شو عملوا القوى العسكرية التي تمثل مسد؟ بيطلع انه الامريكان طبقوا معهم الغنية اللي بتقول وصلتونا لنص البير وقاطعتوا الحبلة فينا. ورطوهم مع النظام، ضد النظام وضد الأتراك وما بعرف ضد مين بالداخل كمان. وبعدين باي باي. شو هذا؟ يا سيد الكريم، يعني لو ما كانوا الامريكان كانت هلا داعش اكلتنا كلياتنا. انت شفت شو صار بالموصل، شفت بشنغال، شفت باليزيديين شو صار. لا يعني لا المقاومة البطولية. روسيا ما بعتقد انه كانت، يعني روسيا ما ادت استعدادها. المقاومة تفضل. عفوا. انا بعرف المقاومة البطولية اللي قصد هي التي صدت داعش منذ كوباني. تمام؟ صحيح. وغير الامريكان كان في قوى اخرى مستعده تدعم القتال ولكن لسه ما كان في توهمات ناضجه وفي حذر وفي شك وعدم ثقه والى اخره. ما لا احكي تفاصيل، بيجي يوم من الايام ممكن نحكي تفاصيل كثيره حول موضوع قتال داعش. بعتذر بس اسفه يعني بعتذر بس يعني الوضع هلا انت اثرت النقطه. يعني لنرجع بذاكرتنا الى معركه كوباني. داعش اخذت الموصل وهزمت الجيش العراقي ب3 ايام. اخذت الرقه وانطلقت كالوحوش، والناس صارت كل الجيوش تتباعد عن طرقاتها، و4-5 شابات فتيات كرديات و4-5 شباب ناضلوا ببطولة لآخر درجة، بهروا الدنيا كلياتها بصمودهم أمام هذا الفكر التكفيري. وين كانوا الأمريكان؟ لعلك يعني البداية ما كانوا موجودين. بالبداية لما شافوا بالكوباني لحالهم قاتلوا بالتأكيد، وأنا هذا اللي عم بحكيه. يعني لما العالم أجمعوا شاف إنه شباب وشابات بأسلحة خفيفة جدا ولا شيء عم بتقاوم هالهمجية والوحشية، فهن ضغطوا على الرأي العام. أمريكا والتحالف كانوا أول الناس اللي استجابوا وإجوا زتوا لهم بالباراشوت بالمظلات الأسلحة. طب ليش روسيا اللي كانت موجودة هناك، النظام كان موجود، الجيش السوري كان موجود هناك، ما حدا هب لنجدة الأكراد؟ وين كانوا بهذاك الوقت؟ يعني هن اللي فتحوا المجال. شايف الوقائع موجودة، وبعتقد إنه هيك صارت الأمور. يعني روسيا وقتها ما استغلت الفرصة المناسبة، والنظام ما استغل الفرصة المناسبة لمساعدة الكرد.
تفضل. هذا الحكي انا مالي موافق عليه وغير دقيق، لانه انا بعرف الوقائع والحقائق. تفضل. بس البعض كان يظن، مع الاسف في تلك اللحظه كان يظن مثل ما كان يظن السادات انه 99% من اوراق اللعبه بيد الامريكان، لذلك ما كان يرغب بالتوجه الى غير الامريكان، وطلع غلطان كثير، واليوم عم يعترف بغلطه. بقى انا ما بعتقد انه الروس قصروا، الروس ابدوا استعدادهم، ولكن لم يجري التجاوب من اصحاب العلاقه بالشكل المطلوب على المستوى المطلوب. ويوم من الايام هلا بكير انا بعرف تفاصيل كثيره، لانه وقت كوباني صار الراي العام العالمي الامريكي والروسي والاوروبي والدنيا كلها، ما بقي حدا بمنأى عن رغبه بتقديم المساعده، ولكن الطرف الذي يريد تلقي المساعده فضل مساعده على اخرى، مع انه التجربه التاريخيه كانت تقول لنا انه هدول الامريكان كذابين ولا يوثق بهم وما عندهم صديق وبيشتغلوا بيزنس بالسياسه والحرب. وبالتالي يلي صدق الامريكان وقتها انا برايي مشكلته انه في عنده مشكله بالفهم وبالتقدير وبالتقييم. هلا هي بتصير قوى سياسيه عديده ممكن تخربط، المهم ان نفهم انه غلط ونصلحه. انا بعتقد زياره موسكو لمسد هو فيها تقييم ضمني غير معلن لكل المسار السابق السياسي الذي ساروا فيه، لانه عمليا عملوا انعطاف، هن عملوا انعطاف. هلا ما حدا يقول لي انا بعرف انه المذكره ما حدا عنده علم فيها، لا روس ولا امريكان، نحن اشتغلناها سرا بينات بعضنا مده 3 اشهر. ما حدا يقول لي الروس قالوا لنا روحوا وقعوا مع هدول، وقالوا الامريكان لمسد روحوا وقعوا مع هدول. هذا كله حكي اولاد صغار، هذا حكي غير جدي. نحن مسؤولين عن كلامنا، نحن مزبوط طولنا، مزبوط عذبنا بعض بالنقاش، بس هذا امر نبيل انه عبر النقاش مو عبر السلاح نوصل لتوافقات. وهي تجربه فريده من نوعها بالحياه السياسيه السوريه، لانه بحياته بسوريا ما صار توافقات بظل نظام الحزب الواحد. لك كلمه توافق اللي هي كونسنسوس باللاتيني بسوريا مو معروفه بالقاموس، مو موجوده. بقى كيف بدك العالم بالتجربه يمارسوها؟ هذا السؤال اللي كنت انا بدي اساله. في سؤالين، يعني نحن اصلا انا عنوان الحلقه كتبت التفاهم، مذكره التفاهم خطوه ام انعطاف، فانت من حالك هلا جاوبتني وقلت هذا انعطاف تام في مسيره مسد. ممكن توضحه اكثر؟ السؤال الثاني اللي بدي انا اساله، ليش مذكره لا هو التفاهم بدي اوقف وليس اتفاق؟ انا من جاوبني على الاثنين، ليش اسمه مذكره تفاهم مو اتفاق؟ هل في غاية من هذا؟ هلا مذكرة التفاهم هي إعلان نوايا. اتفاق هو اتفاق مستوى أعلى. لساتنا عند الخطوة الأولى. مذكرة التفاهم هي مذكرة إعلان نوايا. وإعلان نوايا هذا مو قليل، لأنه اتفقنا على 5 نقاط مركزية وهامة وستؤثر إذا أخذ المثل منها كنموذج على مستقبل التطور بسوريا ومستقبل الحوار كلياته. ولكن هل هي خطوة أم انعطاف؟ من امبارح بالليل شغلتي لي بالي بهالسؤال وعم فكر فيه. طلع معي في خطوات كبيرة، وفي خطوة على اليمين وفي خطوة على الشمال. أين الانعطاف من كل هذا؟ أوقات ممكن تصير خطوة صغيرة وتروح على اليسار فعلا 90 درجة تعمل انعطاف. تمام؟ لذلك أنا بعتقد ما جرى هو خطوة هامة تحوي عناصر الانعطاف، بمعنى تهيئة ظروف الحوار السياسي والانتقال السياسي بسوريا. بهالمعنى هي نقلة نوعية.
طيب كثير منيح. قلتم أن عقدها في موسكو، يعني ما زلنا في الإطار بدون لسه ما وصلنا للبنود يعني الأساسية. في أحد المقابلات مع حضرتك قلتم أن عقدها في موسكو لم يكن مجرد صدفة بل كانت مقصودة، وأردنا الطرفين أن نرسل رسائل إلى الجميع. ما هي هذه الرسائل التي أردتم إرسالها إلى الجميع؟ من هم الجميع؟ الجميع كل من سيسمع الرسالة ويقرأها. أردنا أن نقول أن موسكو مكان مريح للحوار. أردنا أن نقول أن موسكو مدعوة للعب دور في العملية السياسية وتوفير الأجواء المريحة لها لكل السوريين. أردنا أن نقول أن موسكو أثبتت خلال الأحداث أنها أقرب إلينا نحن الطرفين من كل القوى الأخرى الدولية، لأنه كلامهم ما تغير، ما كذبوا علينا، يحكوا لنا كلام بجوز ما يعجبنا بس صادق يعبر عن قناعتهم. مع الوقت نتفاهم مع بعض، وهذا جرى. لذلك موسكو هلا طلعي في هون عوامل تداخلي، كان صعب نجتمع بمحل غير موسكو لانه انا ما فيني اطلع من هون لاي بلد بالعالم هلا. بدك محامية شاطرة. ايه، انا معاقب اوروبيا وامريكيا، شوفي الظلم تبع الغرب، ومناطق اخرى ما فيني روح. بقى هن تكرموا انه اجوا الى موسكو حيث انا موجود، ولكن جيت موسكو لقيمتها المعنويه والسياسيه، وهن فهمانينا مثل ما انا فهمانا. اردنا ان نرسل رسائل للجميع اللي له علاقه بالازمه السوريه، انه نحن تفاهماتنا مع موسكو متطوره ويمكن ان تتطور اكثر. خذوا ذلك بعين الاعتبار يا ايها السامعين، نحن ما عم نلعب. ايوه. طيب سؤال اخر، في الوقت اللي استقبلتكم الخارجيه الروسيه حضرتك ووفد مسد، سمعنا بأن كان هناك وفد تركي أيضا في موسكو. هل هي مجرد مصادفة صدفة أم أن هناك شيء ما؟ اليوم أنا كنت عند نائب وزير الخارجية الروسي بزيارة رسمية صدر عنها خبر موجود الآن على المواقع. تعرضنا لهذا الموضوع، قال لي إنه التراك لا هن اجوا ثاني يوم بعد اللقاء، ولكن هن طلبوا قبل اللقاء إلغاء اللقاء. الأتراك مسؤولين الأتراك اتهموا الروس أنهم نظموا زيارة الوفد التركي بشكل مقصود بعد اللقاء مع الوفدين السوريين. أنا بقدانف قال لي وأنا شاهد عيان هلا، تاخديني كشاهد عيان. قال لهم يا حبيبي أنتم مفروض كنتوا تجوا قبل ما يجوا هن، بس أنتم أجلتوا الزيارة. لو اجيتوا على موعدكم الأولاني كان هن اجوا بعدكم. أجلتوا الزيارة والموعد مع حزب الإرادة الشعبية ومسد محدد مسبقا، وكان موعدكم قبلهم، انتم اجلتوا ام هيك صار. لذلك ما تغطوا السماوات بالابوات وتقولوا انه قصدا سويناها. القصه الظروف والسياق الظروف هو اللي سوى هيك. تمام؟ ايه. ولكن يعني هي النقطه كشفت لكم سرا هلا. طيب مو مشكلة، كثير منيح، يعني مشان ما يبقى نقاط استفهام يعني وتساؤلات. ولكن هلا صار لي سؤال، يعني انا ابدا ما يعني في البداية ما فكرت فيه، ولكن فعلا لماذا لا تلعب موسكو دورا فعالا واساسيا في الوساطة وتقارب بين الكرد وتركيا، كما لعبت مثلا في كثير من الخلافات والنزاعات. يعني في المؤتمر الصحفي رئيس الوزير الخارجية لافروف قال انه نحن موسكو نحن دائما كنا مكان واسع للخلافات وللتصالح وللصلح الاجتماعي والثوري وبعد الخلافات. فلماذا لا تلعب موسكو دور فعلا
فعال في الوساطة بين الأتراك والكرد؟ هذا الموضوع كان محتكرا من قبل الأمريكان. نعم، مش الأمريكان. لا، وبدك الأطراف المعنية تقبل بالقاضي. إذا القاضي غير مقبول من الأطراف، الوسيط غير مقبول، ما فيه يلعب دور. اليوم أعتقد الروس نشأ ظرف يسمح لهم أن يلعبوا الدور الوسيط بين تركيا وأكراد سوريا، لأنه علاقتها منيح، الروس علاقتهم منيحة مع أكراد سوريا وما بدهم ينزعوا العلاقة مع تركيا. وبالسياسة هي فن تحقيق الممكن وتدوير الزوايا، رح يحاولوا يلاقوا النقاط التي يمكن أن تخفف التوتر. بعدين عرفي شغلة، تذكروا مسد والقوى المكونة لها كتير زاروا تركيا وكتير التقوا مسؤولين أتراك بالخارجية وغير الخارجية في البداية صحيح. في الفترات الماضية. هلأ صاروا إرهابيين. بعدين الأمريكان بيلتقوا مع مسد ومع قصد وما بيحكوا الاتراك عليهم شيء. للأمريكان ما طلع ببالهم إلا يحكوا على الروس إنه والله هذا دعم للإرهابيين. هذا الكلام غير متوازن وغير منطقي وغير عادل. وبعتقد إنه الاتراك مرشحين، لأنه منطقهم غير متوازن، مرشحين إنه يعدلوا موقفهم، ولازم يعدلوا موقفهم، وما في حل غير يعدلوا موقفهم. طيب، حكيت هلا انت كلمه وهي بتخليني انتقل للسؤال الثاني، تدوير الزوايا، لندخل الى صلب الاتفاق. الفقره الاولى من الاتفاق انكتب عنها الكثير وانقال عنها الكثير، ولكن طبعا اول فقرات تؤكد على وحده وسلامه الاراضي السوريه، وفي النهايه الفقره لا تتحدث لا عن الفيدرالية ولا عن المركزية ولا اللامركزية، لا تحدد بهذا الشكل، وإنما بقناعاتي أنا كحقوقية تحدد الكثير وتقول الكثير، لأننا نعرف نحن أن هناك طريقتين لتحديد أو لإعطاء الصلاحيات بين المركز والأقاليم، سواء كان في الفيدرالية أو شيء ما رح سميها، لأنه أنتم الطرفين الأساسيين ما حبوا حط اسم أو صفة أو دمغة أو طابعة عليها وتركتوها فلو، يعني فضفاضة في التعبير. ولكن المضمون يقول في كل الأنظمة السياسية والدستورية يوجد طريقتين، إما أن تحدد صلاحيات الأقاليم وكل ما هو معطى للأقاليم يبقى للمركز، أو تحدد صلاحيات المركز وكل ما هو غير معطى للمركز هو من صلاحيات الأقاليم. الوثيقة فيها هذا التحديد، ولكن ليس فيها تعابير وليس فيها توضيحات أكثر. أنت مهندس هذه الصياغة بنظريتك تدوير الزوايا الحادة؟ هلا نحن عنا زوايا حادة بالحزب. زاوية حادة عنا، نحن ضد الفيدرالية، تمام؟ نحن ضد كلمة حكم ذاتي بظروف سوريا، هي زاوية حادة. نحن ضد استخدام اللامركزية بشكل مطلق دون إرفاقها بالمركزية. نحن بدنا نظام بسوريا مركزي، شحط تطيري لا مركزي. طيب إذا هي زوايا حادة، كيف بدنا نطالع وثيقة؟ بدنا نطفئ الزوايا الحادة، ندورها حتى تفهمي علي. عم بحكي بصراحة. ليش نحن أنا سألتك السؤال لأن عرفت إنه هي تدوير زوايا. ليش نحن ضد الفيدرالية؟ لأنه كتير مثل ما بيقولوا بالشام مبهبطة على سوريا الفيدرالية. سوريا فيها 40 قومية ودين وطائفة وعشيرة. إذا بينفتح الباب بهذه المساحة الجغرافية الصغيرة 185,000 يعني بيصير مشكلة. لا يعني ما في عندك لا. في مكونات كتير، ومع احترامنا لكل هي المكونات كلها لهم حقوق متساوية، ولكن ليس بحجم القضية الكردية المكونات القومية. عم بحكي عن كل تنوع. المكونات.
الدينية والطائفية والقومية والعشائرية. 40. أنا مسؤول عن الكلام. نحن ضعف لبنان. شفت بكتابك عم تحكي 17 بلبنان، أنا ما كنت بعرفها يعني. ايه 17 18 بجوز بخربط. المهم الفيدرالية بظروف سوريا تعني تفجير سوريا كبلد من نتاج سايكس بيكو، كبلد مستقل وسيادته الوطنية وحدوده مكونة من 100 سنة، يعني إلغاؤه. هي واحد. الحكم الذاتي بده مناطق تواجد صافي لأي قومية. التواجد الصافي بالمية مو موجود. في تداخل جغرافي كبير، وهذا خطير لأنه بيوغوسلافيا هذا أدى إلى تطهير عرقي. يجب أن ننأى بنفسنا عن ذلك. اللامركزية بظروف سوريا المطلقة، اللامركزية حاف، تعني شعب بلا دولة. بدك دولة مشان إعادة إعمار، بدك دولة مشان تعملي سياسة خارجية ودفاع اقتصاد بالمعنى بنك مركزي ومالية وإلى آخره. بقى اللامركزية ما بتيجي إلا بسياق تطور شيء راقي وحضاري. اللامركزية شوفي سويسرا. أنا حتى رأيي لينين جاب فكرة السوفيتات من سويسرا واتعاش فيها، فكرة الكمونات والسلطة تبع الناس المباشرة. بسوريا وبلداننا نقص مريع بالحريات السياسية والتجربة السياسية. لا يمكن تروح إلى لا مركزية فلتانة. لذلك نحن اخترعنا الصيغة المعادلة الذهبية، التوازن بين المركزية واللامركزية. مركز عنده صلاحيات الدفاع لأنه في عنا أراضي محتلة إلى الآن، خارجية السياسة الخارجية، الاقتصاد بالمعنى لأنه عنا إعادة إعمار بدها جهود مركزية كبرى، والباقي يتم الاتفاق عليه. أنا حتى هلأ ما فيني جاوبك على السؤال بشكل نهائي شو هي حدود اللامركزية. هي بدها كل السوريين يقعدوا على الطاولة ويتناقشوا، لأنه أنا مثل ما قلت فيها آلاف الخطوط باللامركزية. يجب تحديد الحدود والصلاحيات. بدها نقاش ديمقراطي، حوار واعي بين السوريين الموجودين على الأرض، ويكون في اختصاصيين لنصيغ اللامركزية بالطريقة السورية. أقول لك شغلة، ما في فكرة نجحت بالعالم إذا نسخت ما قبلها. الفكرة التي تنجح هي الفريدة من نوعها والجديدة المستنبطة من الواقع. نحن بندرس كل التجارب الماضية بس مو بننسخها. النسخ هو أقصر طريق إلى الفشل. لذلك بدنا نعمل شيء جديد. الشيء الجديد بده يصيغه إبداع الشعب السوري، لا الأمريكان ولا الروس ولا الإيرانيين ولا التراك ولا المصريين ولا السعوديين قادرين أن يصيغوا لنا هذه القضية، لأنهم ببساطة مو عايشين بسوريا، ما بيعرفوا سوريا. وأنا وياكي كل واحد بيعرف شقفة من سوريا، شوي من سوريا. لازم نقعد كلياتنا حتى نشوف كل اللوحة من كل زواياها حتى نقدر نطالع قرار يخدم مصالح الشعب السوري من هون ل50 سنة على الأقل. وإلا منتم عايشين عم ندور بمحلنا من أزمة إلى أزمة. يعني أنا موافقة معك بقصة الابتكار. يعني مثلا أنا درست بمسألة لما عم نحكي هلا عن الدستور السوري، مسألة الدساتير وكيفية صياغتها. يعني عنا مثلا نحن أفريقيا الجنوبية كانت رائعة في صياغة دستورها وناجحة جدا، لأن هي ما نسخت دساتير أخرى مع حقوق معينة وإلغاء التمييز العنصري وحريات الإنسان والحقوق وكذا وكذا، يعني نصت عليها، ولكن أخذت الخاصيات المعنية فيها. وما في أي مشكلة إنه تكون المكونات السورية مضمون حقوقها بشكل معين، حتى ولو ما كنا أطلقنا عليها هي المصطلحات البراقة الجذابة، يعني بغض النظر. ولكن بس كمان ملاحظة صغيرة، يعني مسألة يوغوسلافيا، النزاع الدموي اللي حصل بيوغوسلافيا واتفاقية دايتون بتقلك يعني هو كانت نتيجة إجبار هي المكونات على البقاء مع بعضها، مو لأنه نتيجة أنه كل وحدة حصلت على خاصيتها ونوع من الحكم الذاتي واستقلالية وفيدرالية وكذا، وإنما هو إجبار على البقاء رغم
الاختلاف الموجود ومحاولة كل جزء السيطرة على الآخر. لنترك هذا الموضوع لأنه كثير طويل الحوار عنه. في سؤال فقط بسيط يعني أنا دونته. عندما قلتم صلاحيات المركز، بالتأكيد الدفاع والخارجية هذا لا نقاش عليهم نهائيا يعني، بس انتم شفت انا مصطلح الاقتصاد، يا ترى قصدكم البودجي يعني الميزانية والمالية ولا قصدكم الاقتصاد؟ لا قصدنا يعني البنك المركزي العملة الميزانية ولا فعلا الاقتصاد؟ قصدنا الموازنة الشاملة السورية. أوكي. إذا لا يعني إنه ما في موازنات محلية، وطرق توزيع الموارد تبع كل منطقة، النسب، والبنك المركزي. البنك المركزي بالضبط. إذا لابد من تصليح هي النقطة في مذكرة التفاهم، لأنه الاقتصاد يعني شيء آخر بعتقد. لا اقتصاد مالية كله واحد بالأخير. أنا بالنسبة لي كاقتصادي، أنت دكتور الاقتصاد بعتذر. المالية جزء من الاقتصاد وليس العكس. ولكن الاقتصاد طلع في موضوع الاستثمارات المركزية. حتى لو في لا مركزية واسعة، الدولة مسؤولة عن كل الدولة، وبالتالي ممكن تقيم مشاريع مركزية في المناطق. أكيد. والمناطق ممكن تقيم مشاريعها المحلية من مواردها المحلية. في عنا مشكلة هلا ما حدا حكى فيها، كيف بدنا نوزع الموارد، توزيع الثروات والموارد التي تنتج. كثير سهلة يعني هي. لا مو سهلة. أنا كنت جيب مثال دائما وحكيته مرة بالقامشلي بمحاضرة علنية، وشفته أنا قريته لما عم بتقول إنه 15% كانت من موارد القمح القمح والقطن. تفضل. بعدين 20% من الوزن. قلت 50%، أكثر من 50% محاصيل استراتيجية من الجزيرة، نسبة عالية من النفط، 15% من السكان، والموازنة الاستثمارية بتعطيهم 2-3%. صحيح. وبالتالي ما كان عندهم غير مطحنة واحدة. بلد القمح عنده مطحنة واحدة وما عنده طحين، يعني سكافي حافي، طحين ما عندهم. صحيح. هذا الوضع ينطبق مو بس على الجزيرة، وعلى إدلب وعلى حوران وعلى السويدة وعلى ريف دمشق. تمام. أي أن المركز كان بطنه كتير كبير مشان يبلع كل شيء، مشان يسرق من المناطق. أوكي. وبالتالي المناطق جرى تهميشها، وهذا سبب استياء كبير اجتماعي ثم سياسي، شفنا نتائجه التدبيرية اللاحقة. بالتالي أنا عم أقول في عنا مشكلة ما ممكن حلها بسوريا إلا بصلاحيات واسعة ديمقراطية للمناطق. مشكلة الفساد، كيف المركز بالشام بده يحارب الفساد بعمودة أو الدرباسية أو القامشلي أو بداعل أو بالصنمين؟ كيف؟ لازم الشعب يتدخلوا الموضوع. وكيف المركز بده يعرف احتياجات الشعب الآنية والحالية في التطور الاقتصادي وإنشاء المراكز؟ بالتأكيد يعني ديمقراطية، الأدوات الديمقراطية، مجال لكن الأدوات الديمقراطية الآخرين. هلا إذا بده يتطور الحديث بحكي لك عن مشروعنا إنه مجلس الشعب لازم يكون على أساس نسبي شامل بسوريا، بينما مجلس لازم ينشأ مجلس شيوخ يأخذ بعين الاعتبار حساسيات التمثيل المناطقي على أساس قومي ديني طائفي إلى آخره. تمام. إذا أنت مع مجلسين، مع إقامة مجلسين. بدنا مجلسين بقى. وهذا المجالس، المجلس الشيوخ بده ينتخب أنا برأيي انتخاب فردي مباشر بكل منطقة بمنطقتها. هذه المنطقة بده يكون عندها مجلس شعبها المصغر. تمام. مجلس شعبها المصغر تبع المنطقة اللي عنده سلطة على كل السلطة التنفيذية الموجودة عندهم. الشعب عندنا بيخاف من كل سلطة تنفيذية، من مدير الكهرباء والمي والمخفر. لازم سلطة الشعب عبر مجلس الشعب المصغر هي تكون العليا. نرجع السلطة للشعب ونرجع الثقة تبعه بنفسه، وخلي موظفي الدولة الذين يميلون دائما للفساد لأنه المال الداشر بيعلم على الحرام، خلي دائما يخافوا من الناس ومراقبتهم. هذا الحل الوحيد. صحيح. طيب الوقت عم بداهمنا كثير، لسه عندي أسئلة كثير بدي أسألك إياها بودي، فأنا استعجل كثير. يعني أحد النقاط في الاتفاق قال مذكرة التفاهم عفوا
بتقول انه تجربة مسد هي تجربة حتى بإيجابياتها ولا سلبياتها لازم أخذها بعين الاعتبار ومحاولة تعميمها كمان والاستفادة منها. أحد النقاط الإيجابية اللي حضرتك كمان ذكرتها في أحد اللقاءات هي مسألة التشريعات التي بتخص المرأة، وتشريعات فعلا متطورة جدا ومتقدمة جدا وفي كل مجالات الحياة. هي لا مو بس يعني كوتا مخصصة للتساوي الكامل ونظام الرئيس ومساعد الرئيس أو الرئيسة بهذا الشكل، وحتى تشريعات يعني حتى هنا وصلوا لدرجة انه في احدى التشريعات اللي بتخص المرأة الرجال ما لهم الحق التصويت عليها. اوكي، يعني تشريعات جدا متقدمة ورائعة جدا، ولكن هل تعتقد مثلا اذا اخذنا بس هذا البند، هل تعتقد انه هي التجربة هي صالحة وممكن تطويرها في اماكن سوريا الاخرى؟ بتعتقد في اماكن منطقة اللي موجود فيها جبهة النصرة يعني ممكن هن ياخذوا ولو 10% من هذا التشريع، وانتم لما بتكونوا باللجنة الدستورية حاليا عم بتحاولوا تساهموا بحيث تكريس هدول الحقوق وهي الممارسات وهي التجربة عن طريق اللجنة الدستورية لكي تصاغ بالدستور السوري اللي هلا عم بيجري النقاش عليه؟ اولا اللجنة الدستورية ما بلشت عملها الفعلي، كله حكي بحكي الى الان، لسه عم يحكوا بالمبادئ والاسس الى هذه اللحظة. واذا بدنا يستمروا بالوتيره بدها 10 سنين لتخلص اللجنه الدستوريه، هذا الشيء مو عاجبنا طبعا. ثانيا نحن كثير عاجبنا بحزب الاراده الشعبيه موضوع القوانين المدنيه التي تخص العائله والمراه في مناطق الاداره الذاتيه، لانها تقدميه هذه القوانين. ومين قال لك انه جبهه النصره بقيانه الى الابد بادلب اولا؟ ومين قال لك الناس بإدلب مطروبين من جبهة النصرة؟ ومين قال لك انه جبهة النصرة بوجودها بإدلب ما عملت رد فعل ضد سلوكها وممارساتها ولح تخلي الناس يقتربوا أكثر من ضرورة صياغة قوانين مدنية تساوي الحقوق المرأة مع الرجل فعلا وليس قولا؟ مين قال لك؟ خلينا ننظر للأمور بحركتها ديالكتيكيا. تأمل. اوكي، سؤال قبل الاخير، يعني يا ترى زيارة وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الروسي إلى سوريا يوم بفترة قليلة جدا بعد مذكرة التفاهم بين مسد وحزب الإرادة الشعبية، يا ترى بتعتقد أنه هي الزيارة لها علاقة أو ارتباط بهذا الاتفاق؟ هلا بشوي ما تخليني اقول لك عم تعملي مثل الوزير التركي يلي اتهم الروس انه عملوا لقاء اصلا قبل جيتهم، ما له علاقه. ما له. طيب اخر شيء، لافروف قال جئنا لمناقشة العلاقات في ظل التطورات الجديدة في سوريا والعالم. إذا هو يرى أنه اليوم يوجد تطورات جديدة في سوريا وفي العالم. ما هي التطورات؟ ماذا يقصد؟ هل لديك فكرة؟ فيني احذر قدر، لانه لافروف ما حكى لي شخصيا ولم يكتب حول الموضوع بشكل مفصل. لافروف راح 2012 على سوريا، كان القطب الاخر الصاعد في اول صعوده والقطب الهابط الغرب في اول هبوطه. اليوم بعد 8 سنين يعني واحد نازل وواحد طالع. هذا النازل هون كان والطالع هون كان. بعد 8 سنين النازل هون صار والطالع صار أعلى منه. تغير توازن الدولي لصالح القطب الصاعد. اقتصاديا تغير، كل الإحصائيات والأرقام تتحدث عن ذلك. عسكريا تغير، بقيانة القوة السياسية للعالم القديم، لأوروبا العجوز كما حكى عنها ماركس البيان الشيوعي، ولأمريكا الولايات المتحدة، بقيانة قوتها الإمبراطورية بقوة العطالة، بقيانة التي لا تستند لا لقوة اقتصادية ولا لقوة عسكرية مكافئة، أي أن قوتهم السياسية فيها فرق كمون مع قوتهم الاقتصادية والعسكرية.
القوة السياسية هيك والقوة العسكرية نزلت هيك، كان سابقا بالعكس. اليوم عند الروس والصينيين القوة العسكرية هيك والاقتصادية، القوة السياسية أقل، ولكن كله بده ينحط بسياقه. فرق الكمون ما بيستمر طويلا، لذلك ماشيين إلى عالم آخر. هذا اللي قصده لافروف، إنه تغير العالم وتغيرت المنطقة، والحكام مجبورين يتغيروا أو بيتغيروا. حكام المنطقة يا بدهم يتغيروا أو بدهم يتغيروا توافقا مع الوقائع أو بدهم يتغيروا. ما في حل تاني، الحياة بدها تمشي، لن تقف عند تحجر وجمود بعض النخب السياسية التي لا تفقه شيئا إلا مصالحها الضيقة الخاصة. دكتور شكرا جزيلا، صدقا أنا استمتعت جدا جدا بالحوار معك، وبعتقد أنه كل المشاهدين اللي عم بيتابعوا اليوم أيضا استمتعوا بهذا الحوار. أشكرك مرة أخرى باسمي الشخصي وباسم كل العاملين بتشاربل ميديا وباسم المشاهدين كمان. أمسية سعيدة لك وإلى اللقاء القريب إن شاء الله. شكرا لك، وأنا كثير بيشرفني أنه حاورتني بنت الحارة. شكرا اكيد. تسلم، شكرا كثير يا هلا. تماشاوانن تشاربل ميديا ام هاتن دویا برنامه خوا براستی مخابن گلک مخابن کوانی کاربو بگهشتا ام چی دبیجن دبیجبرکو بزمان عربی لی براستی دیالوگی کی دولمندو و پر خوش بویا لی ناکه من سوز دایا از جاره که دن آنها سوز ددم ام ددمه کی پر نیزه ام ورگرینن کردی و ام بوشیدن ایوار باش حتی جاره که دن هر هون شاد و آرام بن.